مرحبا بكم. صحيح أنا من الحلقة الأولانية قلت لكم أني مش نعطي رأي في برشا مواضيع وبرشا أسئلة اتطرحت عليا طيلة التورنيه متاعنا اللي بديناها عنا 4 شهور واللي هي Tunisian Crowdfunding Tour by CNBC. ولكن لقيت روحي بالحلقة قاعد نطور زيادة في بعض الأفكار اللي نحكي عليهم في الحلقة اللي تعديت، وهذا جاي من أصل الملاحظات والتساؤلات اللي انتم قاعدين تطرحوا فيها. مرحبا بكم في حلقة جديدة مع جواب. اليوم نحب نحكي في موضوع الرغبة. الموضوع عنده أهمية كبيرة برشا، والهدف هو أنه نعرفوا كيفاش نقويوا الرغبات متاعنا باش ناخذوا القرارات الصحيحة. كيف تكون رائد أعمال وإلا مازلت صاحب فكرة مشروع وتبدأ عندك طموحات كبيرة، مش تلقى روحك برشا مرات حاير هل أنه القرار اللي مش تاخذه في موضوع معين صحيح وإلا لا. وفي المسألة هذه الناس زوز أنواع. النوع الأولاني عندهم القدرة على تحليل أي موضوع بطريقة دقيقة، ياخذوا القرار المناسب وخاصة ينجموا يقرروا بسرعة. الناس هذم عندهم القدرة باش ياخذوا القرار الصحيح، مش على خاطرهم ديما عندهم الحق، ولكن على خاطرهم كيف ياخذوا قرار غلط تلقى عندهم ميزة أنهم ينجموا يفيقوا بيه قبل غيرهم. إيجا نعطيكم مثال باش تفهموني. ناخذوا زوز رواد أعمال، واحد لازم ياخذ قرار كل ساعة والآخر لازم ياخذ قرار كل نهار. اللي لازم ياخذ قرار كل ساعة إذا يخدم 12 ساعة في النهار يلقى روحه في آخر النهار خذا ولا قرر في 12 موضوع، يعني عنده 12 فرصة باش ياخذ قرار صحيح. في المقابل رائد الأعمال اللي باش ياخذ قرار برك في النهار عنده أكثر وقت باش يخمم صحيح، أما كي ناخذوها على مدة طويلة باش نلقاو اللي عدد القرارات الصحيحة اللي خذاها ديما أقل من اللي يعرف يقرر بسرعة ويكون حاسم في القرارات متاعه. وباش تكون حاسم في القرارات اللي تاخذها فما قاعدة مهمة لازمك تطبقها، وهي أنك تعرف شنو تحب تعمل مش شنو تنجم تعمل. بصفة عامة كلنا نسأل رواحنا شنو نجم نعمل، شنو هي أحسن اختيار، يعني شنو ما الحاجات الكل اللي نجم ناخذها en considération باش نوصل للقرار الصحيح. المشكل هو أنه الفرضيات اللي تنجم تعملها برشا عكس اللي تحب تعمله واللي تلقاه أوضح وأدق. رائد الأعمال الناجح يلزم يتعلم يقوي الرغبة متاعه ويتعامل معها كما أي ميوسكل في بدنه، على خاطره كما كل وسيلة تعاون على أخذ القرار قد ما تستعمله أكثر قد ما تحسن في الكاليتي متاع الليفرابل اللي مش يوصلك. نصيحتي الكل انتربرونور، ما عادش تسأل روحك شنو نجم نعمل، أما أسأل روحك شنو نحب نعمل. وإذا ما عندكش جواب واضح مباشر ودقيق على السؤال هذا ما بقالك إلا أنك تعمل تجارب باغازار باش تكتشف شنو ما الحاجات اللي ما تحبش تعملها. أول خطوة هو أنك تستانس على أخذ قرارات بطريقة سريعة، وحتى إذا لقيت روحك تعمل في حاجة ما عجبتكش راك في النهاية مش تكون تدربت على تحفيز الرغبة متاعك وعلى ما خذ قرارات أكثر سرعة. لقاء قريب إن شاء الله. أتخيل